بيبدأ الفيلم بحارس منارة على المحيط اسمه توم. هو بيكون في عاصفة شديدة وبيشوف توم واحدة ست مغمى عليها بين الصخور، فبيقرب منها وبيستغرب من هيئتها وبيكتشف ان هي مصابة، فبياخدها توم معاه على بيته علشان يعالجها. وتاني يوم بتصحى الست دي من نومها وبتكتشف ان توم عالج اصابتها. وبيجي توم وبيعرفها بنفسه وبيسألها هي مين وحكايتها ايه، فبتقوله ان هي اسمها أطلانا وان هي تبقى ملكة مملكة أطلانتس. وبتقوله ان هي هربت من المملكة علشان مش عايزة تتجوز ملك اسمه اورفاكس. وبتفضل أطلانتا عايشة مع توم وبيتولد بينهم حب كبير، وبيتجوزوا بعض وبيخلفوا طفل وبيسموه أرثر. وبتتمنى أطلانتا ان ابنهم يوحد بين البشر وبين سكان مملكة أطلانتس. وبتمر السنتين وبيكون توم وأطلانا عايشين مع ابنهم في سعادة كبيرة، لحد ما بيجي يوم وبيهجم مجموعة من جنود مملكة أطلانتس على بيت توم، وبيطلبوا من أطلانا ان هي ترجع معاهم على مملكة أطلانتس. ولكن أطلانا بتهجم عليهم وبتدخل معاهم في قتال شرس جدا وبتخلص عليهم كلهم. وبعدها أطلانا بتقرر ان هي ترجع لمملكة أطلانتس وتتجوز الملك أورفاكس، وده علشان تحمي توم وأرثر وتحافظ على حياتهم، لان هي عارفة ان الملك أورفاكس هيبعت جنود تاني علشان يرجعوها المملكة. فبتودع أطلانا توم وبتقوله ان هي هترجع تعيش معاه تاني، وبتسيبه وبتنط في المية. وبتمر 5 سنين وبيكون أرثر في رحلة تبع المدرسة لمتحف الأسماك، وهناك بيبقى أرثر مركز جدا مع الأسماك اللي هو بيشوفها قدامه. وبيجي 2 من زمايله وبيتريقوا عليه لانه بيتكلم مع الأسماك، وبيكون الولدين على وشك ان هم يضربوا أرثر. ولكن فجأة السمك اللي موجود كله بيغضب، وسمكة القرش بتفضل تخبط في الحوض وبتكون عاوزة تكسر الإزاز وتهجم على الولدين اللي بيضايقوا أرثر. فبيخاف الولدين وبيبعدوا عن أرثر، وبيكون كل الموجودين في المكان خايفين لحسن سمكة القرش تكسر الإزاز وتهجم عليهم. ولكنهم بينصدموا كلهم لما بيلاقوا أرثر بيرفع ايديه لسمكة القرش وبيطلب منها تهدى، فبتهدى سمكة القرش فعلا. ومن وقتها أرثر بيكون مشهور جدا وبيتعرف باسم أكوامان. وبتمر 20 سنة وبنشوف غواصة روسية في المحيط بتتعرض لهجوم من مجموعة من القراصنة، وبيكون زعيم القراصنة اسمه مانتا وابنه اسمه ديفيد. وبعد ما مانتا وابنه بيقتلوا أغلب أفراد الغواصة وبيسيطروا عليها، بيتفاجئوا إن في جسم غريب بيخبط في الغواصة من تحت، وبيفقدوا توازنهم وبيقعوا كلهم على الأرض ومش بيكونوا عارفين إيه اللي بيحصل. وبيظهر إن اللي خبط الغواصة هو أرثر، وده بعد ما كبر وورث قوة خارقة من أم أطلانا. وبيرفع أرثر الغواصة وبيوصل بيها لسطح المية، وبعدها أرثر بيقتحم الغواصة وبيهجم على أفراد عصابة القراصنة، فبيضربوا عليه نار ولكنه مش بيتأثر وما بيحصلوش أي حاجة. وبعدها أرثر بيحرر باقي جنود الغواصة واللي كانوا مستخبيين من العصابة، وبيساعدهم إن هم يخرجوا من الغواصة. وبيجي ديفيد وبيهجم على أرثر وبيدخل معاه في معركة قوية، وبيتفاجئ ديفيد إن السيف مش بيخترق جسم أرثر، وبيقدر أرثر إن هو يتغلب على ديفيد بكل سهولة. وبيجي مانتا أبو ديفيد وبيدافع عن ابنه، ولكن أرثر بيرمي عليه حديدة بتخترق كتفه وبتسبب له إصابة قوية جدا. وبعدها أرثر بيخرج من المكان اللي هم فيه، ولكن مانتا بيضربه بقذيفة علشان يموته. فأرثر بيتفادى القذيفة اللي بتخترق جسم الغواصة وبتسبب انفجار قوي جدا، وبتقع واحدة من قذائف الغواصة على مانتا. وبيجري ديفيد على أبوه وبيحاول إن هو يشيل القذيفة علشان يحرره، ولكن القذيفة بتكون تقيلة جدا وديفيد ما بيقدرش يشيلها. فبيطلب ديفيد من أرثر إن هو يساعده وينقذ أبوه، ولكن أرثر بيقول له إن هو وأبوه ما يستحقوش المساعدة، وده لأن هم قتلوا كتير من الناس الأبرياء وبيسيبه وبيمشي. وبعدها مانتا بيطلب من ابنه إن هو يسيبه ويمشي علشان ينتقم من أرثر، ولكن ديفيد بيرفض يسيبه وبيحاول إن هو ينقذه. فبيمسك مانتا قنبلة وبيفعلها علشان يجبر ابنه إن هو يسيبه ويمشي. فبيمشي ديفيد فعلا وبيخرج من المكان، ولما بتنفجر القنبلة بيظهر عليه ملامح الغضب الشديد. وبعدها أرثر بيروح يقابل أبوه في الحانة، وبيسمعوا في نشرة الأخبار عن الغواصة اللي أكوامان أنقذها من القراصنة. فبيبتسم توم وبيكون مبسوط باللي عمله أرثر، وبيقترح توم على أرثر إن هو يوحد مملكة البشر ومملكة أطلانتس، ولكن أرثر بيكون رافض الفكرة. فبيفكروا أبوه إن أمه بعتت له زمان الوزير اللي اسمه فولكو علشان يدربه على القتال وعلمه إزاي يكون سباح ماهر ويقدر يعوم تحت المية بسرعات رهيبة. فبيقول له أرثر إن هو بيكره مملكة أطلانتس لأن هم قتلوا أمه، وده علشان هي اتجوزت واحد من البشر وخلفت منه. فبيقول له توم إن دي حاجة مش أكيدة وإن هو عنده إحساس إن أمه لسه عايشة. وفي مكان تاني في أعماق المحيط بيظهر الوزير فولكو، وبيكون مع أورم ملك مملكة أطلانتس الحالي، وبنعرف إن أورم ده يبقى ابن الملك أورفاكس، وفي نفس الوقت يبقى أخو أرثر من أم أطلانا. وبيكونوا رايحين لملك اسمه نوريوس، ملك واحدة من الممالك السبعة اللي في المحيط. وبيعرض أورم على نوريوس إن هم يوحدوا الممالك علشان يعلنوا الحرب على البشر. وبيكون واضح إن أورم بيكره البشر جدا لأن هم تسببوا في أضرار كبيرة للمحيط، ولكن نوريوس بيكون رافض كلام أورم وبيفهمه إن هو عارف إن أم أطلانا اتجوزت
اتجوزت واحد من البشر وخلفت منه، وده معناه ان اورم مش هو الملك الحقيقي لمملكة اطلانتس. ده غير ان نيريوس بيكون عارف ان اورم عايز يسيطر على الممالك كلها علشان يكون هو سيد المحيط كله. واثناء ما هما بيتكلموا بتهجم عليهم غواصة وبتضرب عليهم قذائف وبتدمر المكان اللي هما فيه كله، وبيقع الملك نيريوس تحت صخرة كبيرة جدا، فبيجري عليه اورم وبيشيل الصخرة من عليه وبينقذه من الموت. وبعدها بيهجم اورم على الغواصة وبيدمرها، وبيروح لنيريوس بعد ما بيكون خلاص غير رأيه، وبيقول له ان هو موافق على اتحاد الممالك علشان يحاربوا البشر وينتقموا منهم. وبيجي الليل وبيكون ارثر خارج من الخانة مع ابوه، واللي بيكون سكران ومش قادر يمشي على رجليه. واول ما ارثر بيحط ابوه في العربية بيلاقي قدامه بنت من مملكة اطلانتس اسمها ميرا، فبتعرفه ميرا بنفسها وبتقول له ان هي تبقى خطيبة اخوه اورم، وبتعرفه ان اورم على وشك ان هو يعلن الحرب على البشر. وبتطلب ميرا من ارثر ان هو يروح معاها لمملكة اطلانتس، وده لان ارثر هو الاحق بعرش المملكة لان هو الابن الاكبر لاطلانا. فساعتها ارثر هيقدر يمنع الحرب اللي عايز يعملها اخوه اورم، وهينقذ ملايين من البشر، وكمان هينقذ مملكة اطلانتس من الموت. ولكن ارثر بيرفض كلامها وبيقول لها ان اهل اطلانتس قتلوا امه، وبيقول لها ان لو اورم اعلن الحرب على البشر هو هيقف قصاده وهيقتله. وبعدها ارثر بيركب عربيته وبيسيبها وبيمشي. وفي نفس الوقت ده بيكون ديفيد قاعد لوحده وهو حزين على موت ابوه، وبيدخل عليه مجموعة من جنود اطلانتس وبيكون معاهم رسالة من اورم لديفيد. وبنعرف هنا ان اورم كان متفق مع ديفيد ان هو يهجم عليه بالغواصة اثناء اجتماعه مع الملك نيروس، وده علشان اورم يكسب ثقة الملك نيروس ويوافق ان هو يتحد معاه. وبيدي اورم الفلوس لديفيد حسب اتفاقهم، ولكن اورم بيقول له ان هو عاوز ينتقم من واحد من بني جنسهم اسمه ارثر لان هو قتل ابوه. فبيعرفوا اورم ان ارثر مش واحد منهم وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون ارثر في طريقه للبيت، وفجأة بتحصل عاصفة قوية جدا وموج البحر بيعلى جامد والمية بتغرق المدينة كلها، وبيغرق ارثر هو وابوه في المية، وبيبعد ارثر عن ابوه تحت المية، فبيترعب وبيدور على ابوه تحت المية علشان ينقذه. وفجأة بتظهر ميرا وبتستخدم قوتها وبتسيطر على المية وبتقدر ان هي تنقذ ابو ارثر من الموت. فبيشكرها ارثر على مساعدتها وبيقول لها ان اكيد اللي اتسبب في العاصفة دي هو اورم. فبتأكد ميرا على كلامه وبتقول له ان العاصفة دي هي بداية لكوارث تانية جاية في الطريق. وتاني يوم نشرات الاخبار بتذيع مشاهد من العواصف اللي ضربت بلاد كتير في العالم كله، وبيقولوا ان في ناس كتير ماتوا ومباني كتير اتدمرت. ده غير ان كل المخلفات اللي رماها البشر في المحيط رجعت تاني على الشط. فبيقرر هنا ارثر ان هو يروح مع ميرا لمملكة اطلانتس علشان يمنع اورم اخوه من اللي هو عاوز يعمله. واول ما بيوصلوا للمملكة بيقابلوا فولكو، وبيقول لهم فولكو ان اورم اتحد مع الملك نيروس ابو ميرا علشان يهاجموا البشر، ومش فاضل غير ان اورم يتحد مع المملكتين اللي باقيين في المحيط، وبعدها هيعلن حربه ضد البشر. وبيشرح فولكو لارثر ان الحل الوحيد علشان يمنعوا الحرب هو ان ارثر يستولى على عرش المملكة من اورم، وده لان ارثر هو الوريث الشرعي للعرش. ده غير ان ارثر لازم يوصل لمكان الرمح الثلاثي بتاع الملك اطلان، والملك اطلان ده هو اول ملك لمملكة اطلانتس، وده لان الرمح ده فيه قوة ملهاش مثيل، واللي هيلاقي الرمح الثلاثي ده هيبقى هو سيد المحيط وهيقدر يتحكم في كل الكائنات اللي موجودة فيه. وبيحكي فولكو ان الملك اطلان كان ملك عظيم، وفي زمنه اطلانتس كانت متقدمة جدا عن باقي الحضارات، وكان فيها اختراعات مش موجودة في اي مكان تاني على الارض. وفي يوم هم بيجربوا اختراع جديد المملكة كلها اتدمرت وغرقت في المحيط، ولكن التكنولوجيا المتقدمة ساعدت اهل المملكة ان هم يعيشوا تحت المية. وبعدها تقسموا العدد من الممالك في كل مكان في المحيط. ووقتها ظهرت مشكلة وهي ان محدش عارف مكان الرمح الثلاثي، وده لان الملك اطلان اختفى هو والرمح بتاعه. وبيخلص فولكو كلامه وبيوريهم قطعة من جهاز معين لقاها واحد من فريق الباحثين في الصحراء، وبيقول فولكو ان القطعة دي تبقى جزء من رسالة الملك اطلان، وبيقول لهم ان هم لو قدروا يوصلوا لمكان الرسالة دي في الصحراء هيعرفوا مكان الرمح الثلاثي. واثناء ما هم بيتكلموا بيهجم عليهم مجموعة من جنود المملكة، وده لانهم بيكونوا اكتشفوا وجود ارثر. فبيهرب فولكو وميرا من المكان بسرعة قبل ما يتقبض عليهم، وبيحاول ارثر ان هو يقاوم الجنود وبيدخل معاهم في قتال قوي جدا. وبيكتشف ارثر ان هو بيتصاب من الاسلحة اللي مع الجنود، فبيفهم ان هو مش بنفس قوته اللي بيكون بيها على الارض، وعلشان كده الجنود بيقدروا يسيطروا على ارثر وبيفقدوا الوعي. وبعدها بيفوق ارثر وبيلاقي نفسه مربوط بسلاسل قدام اخوه اورم، وبيقول اورم لارثر ان هو عارف ان هو جاي علشان يستولى على عرش المملكة. فبيقول ارثر ان هي دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر يمنعه بيها من ان هو يدمر البشر. فبيتحدى اورم في مبارزة قدام كل اهل المملكة، وبيقول له ان اللي هيكسب القتال ده هيكسب عرش المملكة. فبيوافق ارثر على التحدي. وفي اليوم اللي بعده بيكون ارثر واورم واقفين قدام بعض في حلبة القتال، وبيبدأ القتال بينهم وبيدخلوا مع بعض في معركة
قوية وشرسة، وبيقدر أرثر إن هو يسيطر على أورم وبيسدد له ضربات قوية جدا. وأثناء المعركة بيقع أورم وبيكون على وشك إن هو يغرق في الحمم البركانية، ولكنه بيلحق نفسه في آخر لحظة وبيهجم على أرثر هجوم قوي جدا، وبيفضل يضرب في أرثر بكل قوته وبيكسر له الرمح بتاعه. فبتقلق هنا ميرا على أرثر لأن هو مش هيقدر يواجه أورم من غير الرمح، وبيكون أورم على وشك خلاص إن هو يقتل أرثر، ولكن ميرا بتستخدم قوتها وبتعمل إعصار قوي من المية وبتهجم على أورم وبتبعده عن أرثر. وبعدها بتركب ميرا السفينة وبتروح لأرثر وبتاخده معاها وبيهربوا من المكان بسرعة، ولكن جنود المملكة بيطاردوهم وبيضربوا نار على سفينة ميرا علشان يدمروها. وبيكون أورم موجود في السفينة بتاعته وبيطارد ميرا وأرثر بنفسه، وبيقدر إن هو يصيب سفينة ميرا وبيعطلها، فبتفقد سفينة ميرا توازنها وبتتجه ناحية الحمم البركانية وبتقع فيها. وقبل ما تغرق السفينة ميرا وأرثر بيهربوا منها بسرعة، وبيجري أرثر ناحية واحد من الحيتان وبيتواصل معاه وبيخليه يخبيهم جوه بقه. وفي اللحظة دي بيوصل أورم وبيشوف سفينة ميرا وهي بتغرق، فبيفتكر إن هي وأرثر ماتوا. وبعد شوية وقت أرثر وميرا بيخرجوا من المية وبيروحوا على الصحراء علشان يدوروا على رسالة الملك أطلان. وفي الوقت ده في المملكة بيكتشف أورم إن ميرا وأرثر لسه عايشين، وده لأن أورم بيقدر يتتبع ميرا وبيقدر يعرف مكانها من خلال الأسورة اللي اداها لها هدية لما خطبها. فبيأمر أورم جنوده إن هم يروحوا ورا أرثر وميرا ويقتلوهم، ولكن الملك نيروز بيقول لأورم إن لو بنته ماتت التحالف اللي بينهم هيتلغي وكمان هيعلن الحرب عليه. فبيعدل أورم أوامره للجنود وبيطلب منهم يحافظوا على حياة ميرا ويقتلوا أرثر. وبعدها جنود أورم بيروحوا لديفيد وبيبلغوه برسالة أورم، وبيستغل أورم إن ديفيد عاوز ينتقم من أرثر وبيعرفه بمكانه، وبيقول له إن هو بعت له بدلة مدرعة وسلاح متطور ومجموعة من أفضل الجنود علشان يساعدوه في قتل أرثر. فبيتحمس ديفيد وبياخد البدلة المدرعة وبيعمل عليها تعديلات وبيطورها. وفي نفس الوقت أرثر وميرا بيكونوا في الصحراء وبيفضلوا يدوروا على مكان رسالة الملك أطلان لحد ما بيلاقوه. وبتحط ميرا القطعة اللي أخدوها من فولكو في جسم الرسالة، وبيشتغل الجهاز وبتظهر قدامهم رسالة مسجلة من الملك أطلان. وبيقول الملك أطلان في رسالته إن الرمح الثلاثي موجود في البحر المخفي، وإن في إزازة هتظهر لهم بعد انتهاء الرسالة وهيكون فيها مكان الرمح. وبيقول الملك أطلان إن الملك هو بس اللي هيقدر يشوف المكان من خلال الإزازة. وبعد ما بتخلص الرسالة بيتفتح مكان معين في الجهاز وبيكون في الإزازة اللي قال عليها الملك أطلان، وبيكون جوه الإزازة دي خريطة مرسوم فيها الطريق لدولة إيطاليا. فبيسافر أرثر وميرا على إيطاليا بسرعة وبيروحوا على المكان اللي موجود في الخريطة واللي بيكون عبارة عن معبد روماني. وبيلاحظ أرثر إن في تمثال في المعبد لقادة الجيوش في روما، وبيكون في تمثال واحد بس الملك روما. فبيفتكر هنا أرثر كلام الملك أطلان لما قال إن الملك هو بس اللي هيقدر يشوف من خلال الإزازة. فبيفهم أرثر إن تمثال الملك ده هو اللي فيه الحل بتاع اللغز، وبيحط الإزازة قدام عين الملك وبيقدر يحدد مكان البحر المخفي اللي فيه الرمح الثلاثي. ولكن فجأة أرثر وميرا بيتعرضوا لهجوم من ديفيد، وبيهجم ديفيد على أرثر وبيقدر يعوره لأن الأسلحة بتاعته مصنوعة في مملكة أطلانتس. فبيهجم عليه أرثر وبيدور بينهم قتال عنيف جدا، ولكن أرثر بيقدر إن هو يعطل بدلة ديفيد وبيرميه من فوق الجبل وبيوقعه في البحر. وفي نفس الوقت ده بتقدر ميرا إن هي تتخلص من كل جنود أورم اللي كانوا بيطاردوها، وبعدها بترجع لأرثر اللي بيكون واقع على الأرض ومتأثر بإصابته. فبيقول أرثر لميرا إن أورم بيتتبعهم وبيعرف مكانهم. فبتفهم ميرا إن الإسورة اللي في إيديها دي فيها جهاز تتبع، فبتكسرها علشان أورم ما يعرفش مكانهم. وبعدها ميرا بتتفاجئ إن أرثر بيفقد الوعي، وبعد شوية وقت بيفوق أرثر وبيلاقي نفسه مع ميرا على المركب وبيكونوا في طريقهم للبحر المخفي. وبيجي الليل وبيتفاجئ أرثر وميرا بمجموعة كبيرة من الوحوش بتهجم عليهم، فبيقاومهم بكل قوته، ولكن الوحوش عددها بيزيد أكتر وأكتر. فبيستخدم أرثر واحدة من طلقات الإشارة اللي في المركب، وبيكتشف إن الوحوش دي بتخاف من الضوء. فبيمسك الطلقة وبينط بيها في المية هو وميرا بسرعة، وبيغطسوا تحت المية لمسافة بعيدة، وبيكون حواليهم آلاف من الوحوش ولكنهم بيبعدوا عنهم بسبب الضوء. ولكن فجأة الضوء بيخلص والوحوش بتهجم على أرثر وميرا. فبيجري أرثر وميرا بكل سرعتهم لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام مصدر ضوء قوي جدا، فبيضطروا إن هم يدخلوا جواه علشان يهربوا من الوحوش. ولكن بيتضح إن المكان ده عبارة عن إعصار شديد، وبيبعد أرثر عن ميرا بسبب العواصف الرعدية اللي جوه الإعصار ده. وبتفقد ميرا وعيها وبيجي وحش وبيكون على وشك إن هو ياكلها، ولكن فجأة بيظهر شخص مجهول وبينقذها في آخر لحظة. وبعدها الشخص ده بياخد ميرا وبيطلع بيها على الشاطئ، وبتفوق ميرا وبتتفاجئ إن الشخص ده يبقى الملكة أطلانا. وبيجي أرثر اللي بيكون خرج من الإعصار وبيدور على ميرا، وبيتفاجئ هنا أرثر إن أمه لسه عايشة. وبتفرح أطلانا لما بتشوف ابنها وبتجري عليه علشان تحضنه. وبعدها بتعرفهم إن المكان اللي هم فيه ده يبقى اسمه
مملكة الترنش، وان المملكة دي مليانة بالوحوش، وان هي موجودة هنا من 20 سنة بعد ما جوزها الملك اورفاكس رماها للوحوش علشان ياكلوها، وده كان العقاب ليها بعد ما اتجوزت واحد من البشر، ولكنها قدرت تقاوم الوحوش وتهرب منهم، وقدرت تعدي العاصفة وتوصل للمكان اللي هم فيه حاليا. فبيحكي لها ارثر وميرا على اللي بيحصل في مملكة اطلانتس، وبيعرفوها ان هم بيدوروا على الرمح الثلاثي. فبتقول اطلانا لارثر ان الرمح موجود ورا الشلال، ولكن الرمح بيحرسه وحش اسطوري قوي جدا ومحدش بيقدر يغلبه. فبيقول لها ارثر ان مفيش قدامه حل تاني علشان يحمي البشر ويحمي سكان مملكة اطلانتس من شر اخوه اورم. فبتعجب اطلانا بشجاعة ابنها ارثر وبتوصفه بالبطل، وبعدها بيعدي ارثر من الشلال وبيشوف الرمح قدامه، فبيروح ناحيته علشان ياخده، ولكن الوحش بيظهر له وبيضربه ضربة قوية جدا بتبعده عن مكان الرمح. وبيقول الوحش لارثر ان هو مش هيسمح لاي حد ياخد الرمح. فبيفهمه ارثر ان هو عاوز يستخدم القوة اللي في الرمح علشان ينقذ العالم من الدمار. وبيظهر ان الوحش ده بيقدر يحس بمشاعر الكائنات كويس جدا، وبيعرف ان ارثر مش بيكذب وبيقول الحقيقة. فبيسمح الوحش لارثر ان هو ياخد الرمح، وبعدها بيخرج ارثر من ورا الشلال، وبيظهر ان هيئته اتغيرت بسبب القوة اللي هو اكتسبها من الرمح الثلاثي. وفي مكان تاني بيكون اورم ونيروس مجمعين جيوشهم وبيحاصروا مملكة من ممالك المحيط، وده لان ملك المملكة دي رفض ان هو يتحد مع اورم في محاربة البشر. وبتبدأ الحرب بين الجيشين وبتكون حرب شديدة جدا، وفجأة بيظهر الوحش الاسطوري قدام اورم وقواته. فالكل بيترعب لما بيشوف الوحش ده، ومفيش اي حد بيقدر يقف قصاده. وبيظهر ارثر وهو ماسك الرمح الثلاثي في ايده، وبيكون ارثر معاه وحوش مملكة الترنش، وده بعد ما قدر يسيطر عليهم بقوة الرمح الثلاثي. فبتهجم وحوش الترنش على جيوش اورم واللي معاه ويدمروهم، وبعدها ارثر بيستخدم قوة الرمح الثلاثي وبيسيطر على كل الكائنات اللي موجودة في جيوش اورم. فبيستسلم هنا كل الملوك اللي مع اورم وبينسحبوا من المعركة، وبعدها اورم بيلاقي نفسه لوحده. فبيهجم ارثر على اورم وبيستدرجه لسطح المية، وهناك ارثر بيضربه ضربات قوية بالرمح الثلاثي. فبيحاول اورم ان هو يقاوم، لكن ارثر بيضربه وبيوقعه على الارض وبيكسر له الرمح بتاعه. وبيطلب اورم من ارثر ان هو يقتله، ولكن ارثر بيرفض. فبتيجي اطلانا وبتقرب من اورم، واللي بيفرح جدا لما بيلاقي امه لسه عايشة. وبيكون اورم فاكر ان هي بتحب ارثر اكتر منه، ولكن اطلانا بتقول له ان هي بتحبهم هما الاتنين بنفس الدرجة. وبتقول اطلانا لاورم ان ابوه الملك اورفاكس غلط لما فهمه ان هي بتكرهه ومش بتحبه، وكمان غلط لما فهمه ان هو لازم يحارب اهل الارض. وبيجي فولكو وبيرحب بالملكة اطلانا، وبيأمر الجنود ان هم ياخدوا اورم علشان لازم يتقدم للمحاكمة طبقا للقانون. فبيروح اورم مع الجنود وهو مش زعلان، لان هو عارف ان هو كان غلطان في اللي هو كان عايز يعمله. وبعدها بيتم تنصيب ارثر كملك لمملكة اطلانتس، والكل بيكون مرحب بيه وبيهتفوا باسمه. وفي اليوم اللي بعده اطلانا بتروح لتوم، واللي بيفرح جدا برجوعها ليه بعد السنين دي كلها، وبيعرف منها ان هي خلاص هتكمل حياتها معاه. وفي مكان تاني بيكون في عالم اسمه شين في رحلة استكشافية بالمركب بتاعته في المحيط. هو بيتفاجئ شين لما بيلاقي ديفيد وهو فاقد للوعي وعايم على خشبة في وسط المية. فبياخده شين وبيعالجه وبيعمل فحوصات على البدلة بتاعته. واول ما بيفوق ديفيد بيسأله شين هو جاب البدلة المتطورة دي منين. فبيقول له ديفيد ان هو هيجاوبه، ولكن لما يساعده الاول ان هو يلاقي ارثر. وبيخلص الجزء الاول من الفيلم. بيبدأ الفيلم بأرثر في بيته مع ابنه اللي خلفه من ميرا بعد ما اتجوزها من 2 سنين، وبيحكي أرثر لابنه عن اللي هو عمله لما أنقذ السفينة من القراصنة اللي كانوا بيحاولوا يسرقوها. وبيظهر إن أرثر مش عارف يوفق بين حياته كملك لمملكة أطلانتس ورعاية ابنه. وفي يوم بيكون أرثر مع أبوه توم، وبيحس بموجات صوتية معينة، وبيكتشف أرثر إن ابنه هو اللي بيطلع الموجات الصوتية دي، وبيتواصل مع الأسماك الصغيرة في حوض السمك. فبيفرح أرثر لأن ابنه ورث منه قوته الخارقة. وفي مكان تاني بيكون ديفيد مع فريق العلماء اللي بيحاولوا يصلحوا البدلة المدرعة بتاعته، وبيظهر ان ديفيد لسه بيدور على أرثر ومصمم ان هو يلاقيه علشان ينتقم منه. وفي نفس الوقت ده بيكون دكتور شين بيدور على مكان مملكة أطلانتس، وبيكون شين وصل لمكان بعيد جدا هو ومجموعة تانية من العلماء، وبيعملوا أبحاثهم على باطن الأرض. وبيكتشفوا ان المنطقة اللي هم فيها دي مش مستقرة، وفجأة بتحصل هزة أرضية قوية والأرض بتنشق تحت منهم وبيقعوا تحت الأرض. فبيبعت شين رسالة لديفيد علشان
علشان ينقذه. وبعد شوية وقت بيوصل ديفيد ومعاه مجموعة من الاشخاص وبيحكي شيل لديفيد على اللي حصل. فبيمشي ديفيد جوه المكان وبيشوف قدامه كائنات كتير متجمدة في الجليد، وبيفضل ديفيد يستكشف المكان لحد ما بيوصل لبحيرة كبيرة، وبعدها بيغطس ديفيد وشين ومجموعة من العلماء في البحيرة. وبيتفاجئ ديفيد لما بيلاقي قدامه رمح اسود مكسور نصين، فبيمسك الرمح وبيتفاجئ ان فيه قوة خفية، وبيرجع الرمح سليم من تاني. وبيظهر وحش مخيف جدا لديفيد وبيطلب منه يحرره، وهو في المقابل هيساعده ان هو ينتقم من ارثر. وفجأة بيفوق ديفيد من اللي هو فيه، وبيكتشف ان دي رؤية معينة مرتبطة بالرمح. فبيقرب ديفيد من الرمح وبيكون لون عينيه اخضر، وبيحس بقوة خفية جوه جسمه. وبعد 5 شهور بنلاقي نشرات الاخبار بتعلن عن ظاهرة غريبة، وهي ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، واللي ظهرت طول ال5 شهور اللي فاتوا بطريقة سريعة جدا على كوكب الارض، وان ده تسبب في حدوث انهيارات جليدية وعواصف من التلج في اماكن كتير. وفي نفس اللحظة دي ميرا بتبلغ ارثر ان في اجتماع طارئ لمجلس حكام مملكة اطلانتس، وبتقول له ان الاجتماع ده بخصوص وباء جديد ظهر في المملكة. وفي الاجتماع ارثر بيعرف من الحكام ان ارتفاع درجات الحرارة تسبب في موت عدد كبير جدا من سكان المملكة، وبيكون اغلب اعضاء المجلس عايزين يعلنوا الحرب على البشر، وده لان هم متأكدين ان البشر هم اللي تسببوا في الاحتباس الحراري، وبيكونوا فاكرين ان البشر بيعملوا كده علشان يقضوا على مملكة اطلانتس. ولكن ارثر بيرفض الاقتراح ده، وبيقول لهم ان البشر ما يعرفوش ان مملكة اطلانتس موجودة اصلا. وبيقترح ارثر على اعضاء المجلس ان هم يتواصلوا مع البشر ويعرفوهم بوجود مملكة اطلانتس، ويتم التعاون بين علماء مملكة اطلانتس وعلماء البشر، وده علشان يوصلوا لحل لمشكلة الاحتباس الحراري. ولكن اعضاء المجلس بالكامل بيرفضوا فكرة التعاون مع البشر. وفي نفس الوقت بيكون ديفيد مع فريقه جوه غواصة في المحيط، وبيكون شيء مستغرب لان الغواصة دي قديمة جدا، وقدر ديفيد ان هو يشغلها كأن هي لسه جديدة. وبنعرف ان ديفيد بقاله 5 شهور بيسرق وقود معين من المخازن القديمة لمملكة اطلانتس. وبعدها ديفيد بيروح هو و2 من المساعدين بتوعه لمخزن قديم في مملكة اطلانتس، وبيبدأ هو واللي معاه يسرقوا الوقود من المخزن. ولكن افراد الامن في اطلانتس بيكتشفوا وجود ديفيد واللي معاه، وفجأة ابواب المخزن بتتقفل واجهزة الانذار بتشتغل. فبيتواصل ديفيد مع واحدة من المساعدين بتوعه اسمها ستينجر، وبيأمرها تهاجم مدينة اطلانتس وتحرره هو واللي معاه. فبتنفذ ستينجر اوامر ديفيد وبتتحرك بالغواصة في اتجاه مملكة اطلانتس. واول ما بتقرب ستينجر بالغواصة من بوابة اطلانتس بيبعتوا لها رسائل تحذير، وبيأمروها ان هي تتراجع والا هيدمروها. فبتتجاهل ستينجر التحذيرات دي وبتكمل في طريقها. فبيفتح عليها الحراس النار علشان يدمروا الغواصة، ولكن ستينجر بتحمل غواصة بدرع لونه اخضر. وبعدها بتطلق ستينجر من الغواصة موجات صوتية قوية جدا، وبتدمر المدافع بتاعة مملكة اطلانتس. والموجات دي بتقضي على كل افراد الامن، وبتقدر ستينجر تحرر ديفيد وفريقه. ولكن بتيجي اطلانا وبيكون معاها ميرا، وبيهاجموا الغواصة وكل افراد فريق ديفيد. ولكن ستينجر بتضرب عليهم موجات صوتية من الغواصة، وبتتصاب اطلانا بالموجات دي وبتفقد الوعي. وبعدها بتهجم ميرا على مركبة ديفيد وبتكسر الازاز وبتكون على وشك ان هي تقتله. ولكن ديفيد بيضرب عليها شعاع ليزر وبيصيبها اصابة خطيرة. وبعدها بيخرج ديفيد من المركبة بتاعته وبيروح ناحية ميرا علشان يقتلها. لكن فجأة بيظهر ارثر وبيهجم على ديفيد وبيضربه وبيبعده عن ميرا. وبيقف ديفيد قدام ارثر وبيكون على وشك ان هو يهجم عليه. ولكن شين بيكلم ديفيد وبيطلب منه يمشي بسرعة من المكان، وده لان قوات اطلانتس في طريقها ليه وهتدمره. فبيجري ديفيد على الغواصة وارثر بيجري وراه. واول ما بيدخل ديفيد للغواصة بيخرج منها موجات صوتية، والموجات دي بتصيب ارثر وبتفقده الوعي. وتاني يوم مجلس حكام اطلانتس بيصدر بيان وبيعلن فيه ان ارثر هو المسؤول عن الفوضى اللي حصلت في المملكة، وان هم هيجتمعوا قريب علشان يسحبوا سلطة الحكم من ارثر. وده لان ارثر بيقضي اغلب وقته على الارض ومش مهتم بامور المملكة. ده غير ان اعداء ارثر من البشر عرفوا مكان المملكة، وده معناه ان البشر هيهجموا على المملكة وهيدمروها. وفي الوقت ده بيكون ارثر مع ميرا في المستشفى وبيطمن عليها. وبعدها بيقابل ام اطلانا ونيروس ابو ميرا، وبتقول اطلانا ان هي اكتشفت ان ديفيد بقاله 5 شهور بيسرق وقود قديم من مخازنهم، والوقود ده اسمه وقود الاوركا. وبتشرح له اطلانا ان الوقود ده بيسبب ارتفاع كبير جدا في درجة الحرارة، وعلشان كده هم بطلوا يستخدموه. فبيفهم هنا ارثر ان ديفيد هو السبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب. فبيقول لهم نيروس ان هم لازم يلاقوا ديفيد في اسرع وقت ويقبضوا عليه قبل ما يدمر العالم. فبيقول لهم ارثر ان اخوه اورم هو الوحيد اللي يقدر يوصل لمكان ديفيد بسهولة، وده لان اورم كان بيتعاون مع ديفيد من زمان. وبيقول لهم ارثر ان هو لازم يحرر اورم من سجنه علشان يساعده في القبض على ديفيد. فبيقول له الملك نيروس ان اورم محبوس عند مملكة الصيادين، وده لان اورم قتل الملك بتاعه
بتاعهم، فبيقول له ان هو هيهرب اورم وهيرجعه لمملكة الصيادين تاني. وبيظهر ان اطلانا ونيروس مش موافقين على كلام ارثر، لكن ارثر بيقول لهم ان هو ما عندوش حل تاني علشان ينقذ كوكب الارض، فبيقتنعوا بكلامه وبيوافقوا عليه. وبعدها اطلانا بتدي لارثر بدلة بتخليه يكون مخفي طول الوقت. وتاني يوم بيكون اورم في زنزانته وبيظهر ان هو ضعيف جدا وجسمه هزيل، وده لان حراس السجن كانوا بيدوله كمية قليلة جدا من المية. وفي الوقت ده ارثر بيتسلل للسجن وبيستخدم البدلة اللي هو لابسها وبيختفي، وبيهجم على حراس السجن وبيقدر ان هو يقضي عليهم بسهولة. وبعدها بيدخل ارثر لاورم في زنزانته وبيحكي له ان العالم بيواجه مشكلة كبيرة بسبب ديفيد، وبيطلب منه يساعده علشان يمنعوا ديفيد من تدمير العالم. فبيوافق اورم وبيخرج مع ارثر وبيهربوا من السجن، ولكن باقي الحرس بيشوفوهم وبيجروا وراهم. وبيدخل ارثر في معركة قوية جدا مع مجموعة من الحرس، والمجموعة التانية بتجري ورا اورم. فبيجري اورم بسرعة ناحية البحر وبيحاول يوصل للمية، ولكنه بيفقد قوته وبيقع على الشاطئ. فبيجري عليه الحراس علشان يقبضوا عليه، ولكن موج البحر بيغطي جسم اورم، وفي اللحظة دي قوته بترجع له تاني. فبيقف اورم وبيواجه الحرس وبيخلص عليهم بكل سهولة. وبعدها اورم بيروح لارثر وبيساعده في انه يتخلص من الحرس اللي بيطاردوه، ولكن فجأة بيظهر مجموعة كبيرة جدا من الحرس جايين عليهم. فبيهرب ارثر واورم بسرعة وبيرجعوا للمحيط تاني. وفي مكان تاني بيكتشف شين ان الوقود اللي بيجمعه ديفيد ممكن يدمر العالم كله. فبيقول له ديفيد ان هو على وشك اكتشاف اقوى طاقة في تاريخ البشر، وان هو لو عاوز ينسحب يقدر بكل بساطة يمشي من المكان، ولكن لازم يخلي باله من الوحوش اللي هتقابله في طريقه وهو ماشي. فبيفهم هنا شين ان ديفيد بيهدده بالقتل، وبيضطر ان هو يكمل معاه في اللي هو بيعمله. وفي الوقت ده اورم بياخد ارثر وبيروحوا على مملكة المجرمين، وبيقابلوا الملك اللي اسمه كينج فيش وبيسألوه عن مكان ديفيد. وده لان كينج فيش يعرف كل القراصنة والمرتزقة اللي في المحيط كله، لكن كينج فيش بيرفض ان هو يساعد ارثر واورم بدون مقابل. فبيتعصب ارثر من طريقة كينج فيش معاهم، وبيهجم على الحرس هو واخوه اورم وبيخلصوا عليهم. وبيروح ارثر لكينج فيش وبيفضل يعذبه لحد ما بيقول له على مكان ديفيد. وبعدها ارثر واورم بيعوموا في المحيط لحد ما بيوصلوا عند الجزيرة اللي موجود فيها ديفيد. وهناك بيستغرب ارثر واورم لما بيلاقوا كل الحيوانات والنباتات والحشرات اللي موجودة حجمها كبير جدا. وفجأة بيهجم عليهم مجموعة من الحشرات وبيكونوا عاوزين ياكلوهم، لكن ارثر واورم بيجروا بكل سرعتهم لحد ما بيوصلوا لحافة الجبل، وبيلاقوا قدامهم تمثال ضخم جدا. فبيخبط ارثر التمثال ده خبطة قوية وبيوقعوا على حافة الجبل اللي قدامهم. وبعدها بيعدي عليه هو واخوه وبيوصلوا للناحية التانية، وبعدها بيزقوا التمثال وبيوقعوه بين الجبلين علشان الحشرات العملاقة ما تعرفش توصل لهم. وفي نفس الوقت ده بيروح شيل ديفيد في اوضته علشان يتكلم معاه، ولكن ديفيد ما بيكونش في الأوضة. وشين بيلاقي قدامه الرمح الأسود مقسوم نصين، فبيمسك شين الرمح وبيجمعه مع بعضه. وبيترعب شين لما بيشوف رؤية للوحش المخيف اللي ظهر لديفيد قبل كده. وفجأة بيدخل ديفيد الأوضة وبيكتشف اللي عمله شين. فبيقرب ديفيد من شين وبيحط السكينة على رقبته وبيهدده ان هو لو دخل الأوضة دي تاني هيقتله. وفي اللحظة دي بيتسلل ارثر واورم للمقر اللي ديفيد بيعمل فيه تجاربه، وبيخلصوا على الحراس واحد ورا التاني لحد ما بيوصلوا لغرفة التحكم، وبيهجموا على كل اللي موجودين وبيقتلوهم. وبيدخل عليهم شين وبيرفع ايده وبيقول لهم ان هو بيستسلم. وبيحكي لهم شين ان هو تعاون مع ديفيد من البداية علشان كان نفسه يشوف مملكة اطلانتس، ولكنه اكتشف ان ديفيد انسان شرير وعاوز يدمر العالم. وفجأة بيحصل انفجار وارثر واورم بيطيروا في الجو وبيقعوا على الارض، وبيكون السبب في الانفجار ده هي ستينجر وباقي رجالة ديفيد واللي اكتشفوا وجود ارثر واورم في المكان. وبعدها بيشتبك ارثر واورم مع رجالة ديفيد وبيقدروا يخلصوا عليهم بسهولة. وبتيجي ستينجر وبتهجم عليهم بآلة ضخمة شبه العنكبوت، ولكن ارثر واورم بيتعاونوا سوا وبيقدروا يدمروها. وبيوصل ديفيد وبيهجم على ارثر واورم وبيدخل معاهم في قتال قوي جدا، وبيظهر ان ديفيد عنده قوة رهيبة وبيقدر ان هو يضرب ارثر واورم ضربات قوية. وبعدها بيرمي ديفيد الرمح الاسود على اورم علشان يقتله، ولكن اورم بيتفادى الضربة وبيمسك الرمح الاسود علشان يهجم على ديفيد. ولكن اورم بيتأثر بقوة الرمح وبيشوف رؤية لنفس الوحش المخيف اللي بيظهر لأي حد بيمسك الرمح. وبيشوف اورم مشاهد من معارك ودمار في كل مكان. وفجأة ديفيد بيضرب اورم بشعاع ليزر وبيتصاب اورم وبيقع على الارض وما بيقدرش يقوم تاني. فبيمسك ديفيد الرمح وبيكون على وشك ان هو يقتل اورم، ولكن فجأة بيحصل زلزال في المكان والكل بيفقد توازنه. وبيظهر نيروس وبيكون معاه جيش كبير جدا وبيضرب قذائف على الجزيرة علشان يدمرها. وفي اللحظة دي بيهجم ارثر على ديفيد وبيسحبه تحت المية، وبيقدر ارثر ان هو يسبب عطل في بدلة ديفيد المدرعة. ولكن ديفيد بيشوف غواصته وهي بتسيب الجزيرة، فبيجري عليها بسرعة علشان يركبها ويهرب من المكان قبل ما يتدمر بالكامل. وبيجري ارثر وراه
ولكن بتقع عليه صخرة كبيرة بسبب الانفجارات اللي بتحصل، وبيحاول ارثر ان هو يحرر نفسه ولكنه بيفشل. وفجأة الصخرة بتترفع من على ارثر وبتظهر قدامه ميرا، واللي بتكون جاية علشان تنقذه هو واخوه. وبعدها بيتجمعوا كلهم وبيقول لهم اورم على اللي حصل معاه لما مسك الرمح الاسود. وبيقول اورم ان هو شاف ذكريات للملك كورداكس اخو الملك اطلان ملك اطلانتس. وبيقول لهم اورم ان كورداكس كان ملك مملكة اسمها نكروس، وان هو اللي اكتشف وقود الاوركا وقدر يستخدمه في صنع اختراعات متقدمة جدا، ولكن استخدامه لوقود الاوركا عمل تسمم للمية في المحيط. فراح له اخوه اطلان وترجى ان هو يوقف استخدام الوقود ده لان هو هيتسبب في هلاك العالم كله. فوقتها كورداكس ما صدقش اطلان وافتكر ان هو بيقول له كده علشان عاوز يستولى على عرش مملكته. فلجأ كورداكس للسحر الاسود واستخدمه مع وقود الاوركا وصنع منه الرمح الاسود. وبعدها كورداكس استخدم الرمح الاسود وحول نفسه وشعبه لوحوش، ودخل مع اخوه اطلان في حرب قوية جدا، ولكن اطلان قدر يهزم كورداكس في الحرب. وبعدها اطلان استخدم دمه هو شخصيا في تعويذة سحرية وحبس كورداكس وشعبه كله في الجليد. وبعدها اطلان مسح كل بيانات مملكة كورداكس من سجلات اطلانتس، وده علشان يفضل كورداكس وشعبه محبوسين جوه الجليد للابد. وبعد ما بيخلص اورم كلامه بيقول لهم ان ديفيد بيستخدم الرمح الاسود علشان يحرر كورداكس من تعويذة اطلان. فبتقول له اطلان ان التعويذة مش هتتفك الا بدم اطلان نفسه او بدم حد من سلالته، وده معناه ان ديفيد هيحتاج دم من اطلان او ارثر او اورم، او هيحتاج دم من ابن ارثر لانه يعتبر من سلالة الملك اطلان زيهم. فهنا بيقلقوا كلهم على ابن ارثر وبيجروا بسرعة كلهم على البيت، وهناك بيلاقوا النار ماسكة في البيت كله، وبيكون توم مصاب ومتعور ومش قادر يتحرك، وبيعرفوا منه ان ديفيد خطف ابن ارثر وهرب بيه. فبيغضب ارثر وبيقرر يروح ورا ديفيد ويرجع ابنه باي ثمن. وفي الغواصة شين بيشوف ديفيد وهو معاه ابن ارثر، فبيحس شين بالذنب وبيقرر ان هو يبعت اشارات لمملكة اطلانتس علشان يقدروا يتعقبوا الغواصة. وبعدها ديفيد بياخد شين وابن ارثر وبيروح على مكان مملكة نكروس في القطب الجنوبي. وفي اللحظة دي الاشارات بتوصل لمملكة اطلانتس وبيتم ارسالها فورا لارثر. فبيتحرك ارثر هو وجيش كبير على المكان اللي فيه غواصة ديفيد، واول ما بيوصلوا هناك ارثر بيتواصل مع كل الحيتان اللي موجودة في المحيط وبيخليهم يهجموا على غواصة ديفيد. فبتصدر الحيتان موجات صوتية بتدمر الغواصة باللي فيها. وبعدها ارثر واللي معاه بيتتبعوا الاشارات اللي بيبعتها شين وبيتحركوا في طريقهم لمملكة نكروس. وهناك بيكتشفوا ان ديفيد قدر يحرر وحوش مملكة نكروس، وبيدخل معاهم ارثر وجيشه في معركة كبيرة. وفي الوقت ده بيوصل ديفيد لعرش الملك كورداكس وبيقف قدام مكان التعويذة وبيطلب من شين ان هو يسلمه الطفل، وده علشان يقتله وياخد دمه ويفك التعويذة. فبيخدعوا شين وبيسلموا الشنطة اللي فيها الطفل وبيكون حاطط فيها قنبلة على وشك الانفجار. فبيرمي ديفيد الشنطة بعيد عنه وبيتفادى الانفجار. فبيجري شين وبياخد ابن ارثر وبيكون عاوز يهرب بيه، لكن ديفيد بيسيطر عليه وبياخد منه الطفل وبيحطه قدامه وبيكون على وشك ان هو يقتله، ولكن ابن ارثر بيطلع موجات صوتية معينة بسبب الخوف. فبيحس ارثر بالاشارات دي وبيقدر يحدد مكان ابنه، فبيجري عليه بسرعة وبينقذه قبل ما ديفيد يقتله. وبعدها بيهجم ديفيد على ارثر علشان يموته ويستخدم دمه في فك التعويذة، وبتدور بينهم معركة قوية جدا. وبيقدر ديفيد ان هو يضرب ارثر ويوقعه على الارض وبيكون على وشك ان هو يقتله. وبتيجي ميرا وبتستخدم قوتها وبتضرب ديفيد وبتنقذ ارثر من الموت. وبعدها بتجري ميرا على ابنها وبتاخده وبتمشي من المكان، ولكن ديفيد بيرمي عليها الرمح الاسود علشان يقتلها. ولكن فجأة بيظهر اورم وبيمسك الرمح ده قبل ما يلمس ميرا وبيطلب منها تهرب بسرعة من المكان. وبعدها اورم بيكون تحت سيطرة الملك كورداكس لان هو مسك الرمح، وبيطلب كورداكس من اورم ان هو يقتل اخوه ارثر ويستخدم دمه ويفك التعويذة. وبيوعده كورداكس ان هو هيرجعه ملك تاني على اطلانتس. وفي اللحظة دي ديفيد بيهجم على ارثر ولكنه بيكون فقد قوته لان الرمح مش معاه دلوقتي، وعلشان كده ارثر بيضربه وبيموته. وبعدها اورم بيهجم على ارثر وبيعوره وبيخليه ينزف دم في مكان التعويذة. فبتبدأ التعويذة تتفك وبيتحرر الملك كورداكس والجليد بيتشال من عليه. وفي اللحظة دي بيقدر ارثر ان هو ياخد الرمح الاسود من اورم وبيرميه على كورداكس علشان يقتله، ولكن كورداكس بيمسك الرمح قبل ما يخترق جسمه. وفي اللحظة دي بيكون اورم اتخلص من سيطرة كورداكس وبيتحرك بسرعة وبيرمي الرمح الثلاثي لاخوه ارثر. فبيمسك ارثر الرمح وبيرميه على كورداكس، ولان الرمح الثلاثي بيمثل قوة الخير فبيدمر الرمح الاسود وبيخترق جسم كورداكس وبيدمره هو كمان. وبيحصل انفجار قوي جدا والمملكة كلها بتبدأ في الانهيار. فبيجري ارثر واورم وبيهربوا من المكان بسرعة وبينطوا في المحيط. وبعدها ارثر بيشكر اخوه اورم على مساعدته ليه وبيعرفه ان هو مش هيرجعه للسجن من تاني. وبعدها ارثر وميرا بيشكروا
روشيل لان هو ساعدهم في انقاذ ابنهم من الموت. وتاني يوم بنلاقي نشرات الاخبار بتعلن عن لحظة تاريخية، وهي اكتشاف حضارة مملكة اطلانتس اللي كانت مخفية من الاف السنين. ده غير ان ملك اطلانتس هيقول كلمة قدام العالم كله بعد لحظات، وبعدها بيظهر ارثر وبيعلن ان مملكة اطلانتس مستعدة تتعاون مع البشر علشان يحموا كوكب الارض من اي خطر بيهدده. فبيفرح البشر كلهم في كل مكان في العالم بالخبر ده، وبيخلص الجزء التاني من الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف. ونشوفكم الملخص اللي جاي، ويلا سلام.